يا ابراهيم، ازيك؟ ازيك انت؟ انا بما انك هتبقى عايز تبقى رئيس مصر لازم تسهر. انت بعت لي ورقه بتاع تعديلات، هي دي الورقه تعديل دستور 71. بص، عايز نعمل مبادئ اساسيه متفق عليها ونقصر المده ونخفف الخناقه اللي ملهاش لازمه. لا، دي هتهيج الاخوان. انا الاخوان هتقول لك ده انت بتكتب لي دستور، انت فاهم؟ بس هو انا خيرت شاطر لما جه قعد معايا قلت له هناخد النقط الدستوريه اللي غير متفق عليها ونقول ده اعلان مبادئ، ايه رايك؟ قال لي فهو حتى هيجي لي يا بكره يا بعده نشوفها مع بعض، ايه رايك؟ طيب وريها له الاول، لان انا اعتقدش انه هيوافق عليها. اولا يعني انا بقول لك ملاحظاتي اولانيه طبعا. لا ملاحظه 71 لازم نشيلها طبعا نهائي. وبعدين نمبر 2 السلطه القضائيه، مثلا اذا كنت انت واخد دستور رئاسي يعني او زي فرنساوي ماشي، هو ده مش كده؟ ده خليط من الرئاسه. لابد ان في تعيين وترقيات القضاه هتلاقي في الدستور الفرنساوي ان رئيس الجمهوريه ولو انه رئيس السلطه رئيس المجلس القضائي، انما ما بيعزل نفسه في ملوش سلطه خالص في تعيين وترقيات القضاء عشان يبقى السلطه القضائيه مستقله. ثالثا اعرضها على الاخوان، لان مش عاوز تطلع دي والاخوان يقول لك انت بتلتف حول الدستور. لا احنا هنعرضها على الاخوان وهيجوا معانا الاجتماع. يعني اعرضها عليه ويقول لك، لان دي تقريبا ده الدستور اللي احنا بنعمله احنا حاجه بسيطه خالص. اللي هو انا عارف انتوا بتعملوا حاجه ثانيه، حقوق اساسيه خالص مختلف بالظبط. طيب دلوقتي لو جبنا الاخوان وقالوا موافقين هنقعد مع بعض بقى حتى نختصر الحاجات دي. اصل انا عامل دي ايه؟ مسوده للمناقشه، بدل ما يبقى مفيش حاجه قدامنا ادي مسوده اهي. دي هتبقى برلمان رئاسي، نظام رئاسي يعني. طيب شوف الاول الاخوان، وانا ما عنديش مشكله من المشاكل، بص الحاجات دي ما فيهاش خلاف. بس انا هشوف خيرت بين بكره وبعده هو كده، واذا قدرنا نقعد مع بعض برضه قعده وديه كده. طيب شوف العمليات دي صلحها ونكتب.